السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أمسية طيبة. يعتبر على العشر الأيام من ذي الحجة من أفضل الأيام في الإسلام، حيث يتزين قلب المسلم بالتقوى والعبادة خلال هذه الفترة المباركة. تعتبر صيام أيام العشر الأوائل من ذي الحجة من الأعمال الصالحة المحببة إلى الله، وفيها تفضل الدعاء والذكر والصدقة، لذا ما علينا إلا بالتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار. وأوصيكم مرة أخرى بصيام يوم عرفة، لأنه صيام يوم عرفة يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة المقبلة. قدرنا الله وإياكم لصوم عرفة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.